جنتي المباراة اليوم إن شاء الله المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي في نصف النهائي كأس العالم. اليوم إن شاء الله المنتخب المغربي إلى نهائي كأس العالم بإذن الله. سوف يكون إنجاز كبير للكرة المغربية والكرة الإفريقية بإذن الله. طبعا معظم الصحف دلوقتي بتتكلم عن غياب النجم الأول للمنتخب الفرنسي. ده يعني حاجة ممكن يكون بيلعبوا بينا بدماغ لعيبة المنتخب عشان يقول لك مباراة سهلة ومش عارفين. لا، احنا عاوزين الشباب ديالنا يخشوا الملعب مركزين في المباراة، ولازم تحفيز نفسي من قبل المدربين للعيبة ان هم يركزوا في المباراة ويركزوا في كل فرصة تجي لهم ان هم يستغلوا منها، مثل ما عملوا مع المنتخب الامريكي. من فرصة المنتخب المغربي قدر يوصل ويسجل هدف من اول فرصة، من فرصة بسيطة المنتخب المغربي تمكن من احراز هدف. فاحنا عاوزين نفس التفكير اللي احنا كنا بنلعب بيه في قدام امام المنتخب الامريكي. احنا عاوزين باذن الله في المباراه دي نكون اقوى من كده، والكل يكتب في التعليقات الله اكبر الله اكبر وديما مغرب. احنا ما عاوزين توقع نتيجه ولا عاوزين اي شيء، احنا عاوزين كلنا ايد واحده. الله اكبر، بسم الله، الله اكبر على منتخبنا وديما مغرب فقط لا غير. احنا ما عاوزين توقعات كلها من عند رب العالمين. فاحنا عاوزين كلنا نكون ايد واحده اليوم باذن الله مع المنتخب ديالنا، المنتخب المغربي وديما مغرب.